احكي لنا قصتك في مدينة ميسان، ما اللي حصل معك؟ لا، قول ايه ما حصلش. شوف، اليوم بتاع ميسان ده هو اكتر يوم ليا في العراق عمري ما انساه، لانه كان يوم كوميدي جدا. اولا احنا رحنا مدينه ميسان وكل اللي نعرفه عنها ان اسمها ميسان، ما نعرفش حاجه تاني. كان داعينا رجل اعمال مشهور يعني، الكادر وبعض اللاعبين. ورحنا دخلنا كده مبنى كبير وطوابق، وقالوا لنا ده بيته. فطلعنا، في الراجل وقف كده في الصاله فبدا يخطب يعني. انا المفروض انا قاعد جنب المدرب علشان اترجم له. فالراجل بدا يقول: اهلا بيكم في العماره، اهل العماره تحت امركم، اي حاجه تحبوها من اهل العماره مش عارف. فانا قعدت اترجم للمدرب فبقول له فانا قعدت اترجم للمدرب اقول له الراجل بيقول المبنى تحت امركم. طبعا العماره عندنا في مصر انت عارف بقى. قلت له البنايه تحت امرنا، وسكان البنايه كلهم تحت امرنا. فالمدرب سالني يعني ايه البنايه تحت امرنا؟ قلت له مش عارف، ممكن تطلع تريح في الشقه اللي فوق. فقال لي طب وهم يعني سكان البنايه هيدونا ايه؟ قلت له ما اعرفش، يمكن هيدونا اكل وبطاطين عشان ننام. المهم فضلنا طول اليوم اهلا بكم في العماره، والعماره تحت امركم، واهل العماره تحت امركم. وانا اقول للمدرب: مدرب، اهل العماره عايزين بطاطين، لو عايز تطلع تريح فوق اطلع ريح. العماره بقى ايه؟ فهي عماره فعلا 5 ادوار 5 طوابق. وبعدين يا سيدي ياخدونا على مضيف بتاع العشيره. رحنا مضيف العشيره وقعدنا، وشيخ العشيره بس. فشيخ العشيره قعد يخطب ويقول: اهلا بيكم في العماره، اهل العماره تحت امركم، اللي تحبوه في العماره. وانا ابص لفوق، ايه ده هو دور واحد. طب اقول للمدرب ايه؟ رحت مكلم المدرب قلت له بيقول لك برضه العماره. قال لي العماره دي برضه؟ قلت له اه دي كمان. فضلنا طول اليوم ورحنا مضيف عشيره ثالثه نقعد بيكم في العماره. إيه يا جدعان في ايه؟ وبص هو المضيف دور واحد، هو في ايه؟ فضلنا على هذا الوضع طول اليوم لحد ما روحنا بغداد الساعه 3 الصبح. تاني يوم الصبح بقى في الفندق، واحده شغاله في الفندق لقيتها جايه بتقول لي: انتوا رحتوا العماره؟ قلت لها اي عماره فيهم؟ قلت لها بقول لك ايه، ممكن تشرحي لي ايه قصه العماره دي؟ وشرحت لي، ويا ريتني ما سالت.